لان متابعين 24 اهلا وسهلا مرحبا بكم. انا في هذا البث المباشر هنا من لف نطاق استنفار امني غير مسبوق في هذه اللحظات كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر. تحسب لاي طريق قد يحدث فيما يخص انتشار الخبر عبر الفيسبوك فيما يخص الهجره الجماعيه كما كتابعوا معنا في هذه اللحظات من قلب المعبر الحدودي باب سبته. لاحظوا الاستنفار الامني اللي كاين في هذه اللحظات، يعني عدد كبير ديال السيارات ديال الامن الوطني كباقي مثيلتها امس ديال الدرك الملكي. اذا مباشره من لف نطاق متابعينا استنفار امني كبير في هذه اللحظات هنا بجنبات الطريق اتجاه معبر الحدودي باب سبته. طبعا تحسب لاي طريق قد يحدث متسببين. اذا هذه الاجواء في هذه اللحظات هنا بمدينه لف نطاق، عدد كبير ديال المواطنين اللي تتابعوا هذه العمليه على اثر الحمله ديال ترويج عبر شبكه التواصل الاجتماعي اللي دعات مجموعه ديال الشباب للهجره الجماعيه او الهجوم الجماعي صبيحه يوم الاحد القادم. اذا اليوم جمعه السبت والاحد، ولكن التذكير انه تم ايقاف 5 ديال الاشخاص اللي تم وضعهم في هذه اللحظات سجن تطوان بتهمه التحريض. للتذكير ان هاد ال5 اللي تم اعتقالهم كاملين خارجين المدينه. اذا لاحظوا معنا السباق والاستنفار الامني اللي كتعرفوا مدينه تطوان في عفوا الفريدق في هذه اللحظات المتسببين وصولا الى المعبر الحدودي باب سبته. اذا استنفار امني كبير في هذا الاثناء متسببين. تحسب لاي طريق قد يحدث على جنبات الطريق هنا بلف نطاق. امس كانت سيارات الدرك الملكي كذلك حمله سباقيه بمنطقه الفريدق وبليونش كما كتابعوا معنا هنا في هذا الاثناء. اذا جميع التكوينات الامنيه مختلف المصالح سواء الشرطه القضائيه او التدخل السريع او شرطه المرور او تدخل الصقور، يعني عدد كبير ديال السيارات ديال الامن خصوصا الشاحنه لضخ المياه كما كتابعوا معنا هنا بمدينه لف نطاق على مقربه من المعبر الحدودي كما كتابعوا معنا في هذه اللحظات. اذا استنفار امني كبير متسبب تحسب لاي طريق قد يحدث صبيحه السبت والاحد على اثر البلاغ او الحمله الفيسبوكيه للاسف اللي دعات الى الهجره الغير الشرعيه والهجوم على مدينه سبته المحتله صبيحه الاحد. اذا هذه الاجواء متابعينا هنا كما تبعتوا معنا امس عناصر الدرك الملكي كذلك اللي قامت بحمله السباقيه تحسب لاي طريق قد يحدث. للتذكير لما مثل الهضور على مدينه لف نطاق مما لا شك فيه ان مدينه لف نطاق الان كتعيش الامرين، كتعيش ازمه خانقه، ولكن السبب هو الاغلاق ديال المعبر الحدودي تزامنا مع الجائحه. عدد كبير ديال الشباب ديال لف نطاق اللي للاسف اللي ضحوا بحياتهم ولقاو الحتف ديالهم غرقا هنا بهذا الشاطئ اللي امامكم متسببين. اذا هذه الاجواء متسببه اليوم 24. لاحظوا الاستنفار الامني الكبير اللي كتعيشوا مدينه لف نطاق في هذه اللحظات تحسبا لاي طريق قد يحدث حسب طبعا الترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. اذا متابعينا كما كتبوا معنا في هذا الاثناء يعني استنفار امني بكل كلمه من معنى. عدد كبير ديال السيارات طبعا الحمله السباقيه اليوم الاحد لانه دعات عدد كبير ديال شبكات التواصل الاجتماعي اللي دعات الشباب للهجوم او الهجره الجماعيه بحرا عبر مدينه سبته المحتله. طبعا هذا الشيء اللي خلق واحد الاستنفار وواحد الهلع وروف طبعا بالنسبه للشباب وبالنسبه للعائلات ديالهم الامهات ديالهم. هذه كذلك رساله مفتوحه لكل الاباء وكل الامهات لانه بالفعل هذه الهجره الجماعيه كما تبعتوا معنا في مباشر سابق انها خلفت عدد كبير ديال الضحايا. شفنا عدد كبير ديال الشباب اللي لقاو الحتف ديالهم غرقا هنا في هذه المنطقه. اذا متابعينا 24 حنا مازال معكم في هذا البث المباشر امامكم مدينه سبته المحتله كما كتابعوا معنا. واستنفار امني كبير في هذا الاثناء تحسبا لاي طريق قد يحدث كما تبعتوا معنا امس هنا من هذه المنطقه بالضبط بمدينه لف نطاق. كانت حمله تمشيطيه لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعده مجموعه من المناطق. للتذكير انه اليوم تم ترحيل عدد كبير ديال القاصرين والمعتقلين اللي تم ايقافهم صوب المدن ديالهم البعيده. كذلك تم ايداع 5 ديال الاشخاص سجن تطوان بعد ما تم اعتقالهم من خارج المدينه على اثر تهمه ديال تحريض الشباب في يخص الهجره الغير الشرعيه او تنظيم حمله صوب مدينه سبته المحتله. اذا استنفار امني كبير كما كتابعوا معنا هنا في هذه اللحظات متسبعي اليوم 24 اجواء سباقيه. طبعا عدد كبير ديال المواطنين تاهما دورهم تيتابعوا هذه العمليه لانه تحسب لاي طريق قد يحدث. اذا هذه الاجواء متسببه هنا بمدينه لف نطاق في هذه اللحظات كما كتابعوا معنا استنفار امني بكل كلمه من معنى. عدد كبير ديال الضحايا للاسف اللي لقاو الحتف ديالهم غرقا هنا بعد ما غامروا بحياتهم من هذه المنطقه كما كتابعوا معنا.
لدخول مدينه سبته المحتله بالسباحه. فئات عمريه مختلفه، شباب وشابات، نساء ورجال، الكل الان تفكر انه يهاجر من هذه المدينه، مدينه الفنيدق. ولكن الان ما بقاوش غير السكان ديال الفنيدق فقط، ولكن رجع عدد كبير ديال الشباب مختلف في المدن المغربيه اللي حاجوا بكثافه من اجل الدخول. طبعا الحمله السباقيه كما قلت الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده والسلطات المحليه على مستوى تراب عمالات المدينه الفنيدق تتصدى لكل هجوم محتمل، خاصه صبيحه الاحد. اذا على اثر ذلك كما قلت حسب البلاغ اللي اصدرته سلطات عمالات المدينه الفنيدق السلطات الامنيه انه تم توقيف عدد كبير من المشتبه بهم، خاصه اليوم تم ايداع 5 ديال الاشخاص سجن تطوان المعروف بسومال، 5 ديال الاشخاص بتهم ديال التحريض. والغريبه في الامر كما قلت متتبعين ان هذو الاشخاص اللي تم ايداعهم هذا السجن ما عندهم حتى علاقه بمدينه تطوان، يعني غرباء على المدينه، قاموا بحملات تحريضيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. امامكم مدينه سبته متتبعين، استنفار امني كبير، عدد كبير ديال الشباب ديال المنطقه بالفعل تيستنكروا هاد الازمه الخانقه اللي كتعرفها مدينه الفنيدق، لان بقينا كنشوفوا فئات عمريه مختلفه، حتى الاطفال حتى القاصرين تيحلموا بالهجره بعد ما تم تحريضهم بطريقه او باخرى، لانه طبعا حنا بالنسبه للقاصر الدراسه هي الاهم، ولكن هذه المشاكل ديال اغلاق المعبر الحدودي حتى هي ساهمت بشكل او باخر في تفاقم الازمه الخانقه اللي كتعرفها مدينه الفنيدق. ولكن الغريب في الامر هو انه تم تحريض خارج مدينه الفنيدق من طرف بعض الصفحات الفيسبوكيه اللي كما قلت احيانا كتكون طبعا النتيجه للاسف سلبيه. عدد كبير ديال الشباب اللي لقاو الحتف ديالهم غرقا هنا من هذه المنطقه متسبعين، واللي ادت الى مصرع عدد كبير ديال الشباب، خاصه الفئات اليافعه وفئات عمريه مختلفه. اذا من قلب الفنيدق متسبعين بدا اغلاق المعبر الحدودي تزامنا مع جائحه الكوفيد. رجعت مدينه الفنيدق نقدر نعتبروها مدينه الاشباح، بدون عمل، بدون فرص ديال الشغل، الشيء اللي دفع عدد كبير ديال الشباب انهم يفكروا الهجره الغير الشرعيه بهذه الطريقه للاسف. اذا الاستنفار الامني مازال مستمر هنا بالمعبر الحدودي متسابين 24. لاحظوا الاجواء، جميع التأمينات الامنيه هنا منتشره على جنبات مدينه الفنيدق كما كتتابعوا معنا في هذا البث المباشر. إذا كما كتابعوا معنا متابعين 24 مباشرة من الفنيدق على المنطقة الحدودية مدينة سبته المحتلة اللي أمامكم. لاحظوا استنفار أمني كبير، طبعا تنسيق جل المصالح الأمنية سواء الأمن الوطني أو الدرك الملكي والقوات المساعدة المنتشرة من هنا وهناك، اللي ألو صاف أوك 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 كتابعوا معنا متابعين. عدد كبير ديال المواطنين تيتابعوا هذه العمليات السفر الامني من كل منطقه، طبعا من الاقامات السكنيه والفنادق المجاوره هنا بمدينه الفنيدق. انطلقت عمليه متابعين في اتجاه المعبر الحدودي باب سبته كما كتابعوا معنا. استنفار امني بكل كلمه من معنى تحسب لاي طريقه يحدث، خاصه بعد الحمله الفيسبوكيه التحريضيه للهجوم الجماعي صبيحه الاحد. للتذكير انه تم ترحيل عدد كبير ديال الشباب صوب مختلف المدن المغربيه بعد الحمله ديال الاعتقالات اللي قامت فيها السلطات الامنيه سواء في الفنيدق او في تطوان او المضيق او طريق السيار، كذلك بالنسبه للدرك الملكي والقوات الامنيه. اذا هذه هي الاجواء متسابقين كما كتابعوا معنا هنا بمدينه الفنيدق. لاحظوا ماشي لي عندي عندي لا 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 عندها شوفني فوق
اذا متابعين اليوم 24 مباشره من الفنيدق السنفر امني كما كتابعوا تحسب باي طريقه ديال حدود صبيحه الاحد على اثر الحمله الفيسبوكيه اللي دعوا لها مجموعه ديال الشباب، وللاسف اللي تم ايقافهم كذلك اعتقالهم. اليوم تم ايداع 5 ديال الاشخاص سجن تطوان او المعروف بسجن الصومال، وهذا 5 ديال الاشخاص اللي تم ايداعهم سجن تهم مختلفه بخصوص التحريض وتجاره البشر كيتحاضروا من خارج تطوان ومن خارج الفنيدق كذلك. اذا حمله امنيه استباقيه تحسب لاي طريق صبيحه السبت والاحد، يعني امس غدا غدا السبت والاحد. طبعا السلطات الامنيه بالتنسيق مع مختلف المصالح سواء الدرك الملكي والقوات المساعده والامن الوطني كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر على مقربه من حدود مدينه سبته المحتله اللي امامكم في هذا البث المباشر المتابعين. كما كتابعوا انه عدد ديال المواطنين ساكنين في الفنيدق والزوار ديالها مختلف المناطق تيتابعوا هذه العمليه ديال السنفر الامني اللي كتعرفوا مدينه الفنيدق في هذا الاثناء. للتذكير انه تم ترحيل عدد كبير ديال الشباب اللي تم ايقافهم ليله امس واول امس مختلف القادمين مختلف المدن المغربيه خارج منطقه جهه الشمال الغربي من طاطا من ورزازات من فاس من كناس الدار البيضاء تم ترحيلهم صوب المدن ديالهم. كذلك تم اليوم ايقاف او ايداع في سجن تطوان 5 ديال الاشخاص تينحضروا من خارج مدينه تطوان بتهم تحريض على الهجره الغير الشرعيه بمختلف صفحات الفيسبوكيه. اذا 5 ديال الاشخاص في هذا المساء تم ايداعهم بسجن تطوان بتهم مختلفه، طبعا تجاره في البشر والتحريض عبر الوسائط الاجتماعيه. اذا السنفر امني في هذه اللحظات اتجاه المعبر الحدودي باب سبته كما كتابعوا معنا متابعين اليوم 24. السنفر امني كبير بكل التنويلات الامنيه ديالو كما تبعتوا امس من هذه المنطقه عناصر الدرك الملكي اللي قامت كذلك بحمله استباقيه سواء بالفنيدق او مدينه او ضواحي سبته المحتله اضافه الى وصولا الى منطقه بليونش. اذا متابعين اليوم 24 مباشره من الفنيدق السنفر الامني غير مسبوق هنا في هذه المنطقه تذكرنا بالهجوم الكبير اللي عرفته مدينه الفنيدق نحو سبته في بدايه الكوفيد او في بدايه كورونا كما كتابعوا معنا هنا في هذه المنطقه. للتذكير ان كما سبق لي قلت في مراسلات سابقه ما بغيناش شواطئ عماله المضيق والفندق تحول الى مقبره جماعيه. لماذا؟ لان عدد كبير ديال الشباب نساء ورجال شباب فئات عمريه مختلفه تيفكروا انهم يهاجروا الضفه الاخرى بالسباحه، شيء اللي ادى الى مسرح